كيف كم واحد مننا هلا هو انزعج من مشهور اذا كان لاعب طابة ولا ممثل ولا يوتيوبر ولا انه ما حكى ودعم قضية. بصراحة انا كنت اول واحد فيكم وطلعت باكثر من فيديوهين او ثلاثة عملتهم، ثالث ما نزل فيديوهين عملتهم وطلعت حكيت انه ليش ما حدا حكى وليش ما حدا دعم وفي عنا امثلة كثيرة مثلا مثل محمد صلاح، يعني نزل مليون شخص ما بقى يتابع محمد صلاح من وراء انه هو مدح. وبنفس الوقت ابو فله يلي هلا اليوم طلع بفيديو وحكى واعتذر وقال لك انا ما كنت ما كان لي خبر، بس الموضوع ما طلع مثل ما نحن مفكرين ابدا. الموضوع طلع موضوع اعلامي بحت، حرب اعلاميه. موضوع انه انا نزلت فيديوهين على اليوتيوب فجاه بدون اي، يعني على اليوتيوب وفيسبوك ونزلت كمان انستغرام، فجاه بدون اي سابق انذار بلاقي انه انا صفحتي ممنوعة انه نزل على اليوتيوب. مثلا كنت ممنوع انه نزل الموضوع انه انا حكيت عن القضية وحكيت عن فين ودعمته. هلا بعد ما نفك الحظر رح نزل هذا الفيديو. صراحة طلع الموضوع انه هلا يعني نحن نحكي ندعم القضية مش مسموح، بس بالجهة الثانية تلاقي يوتيوبر اجانب امريكان واسرائيليين وكل هدول عم يدعموا اسرائيل. فهن هيك فهن صح، نحن ما بنحكي هذا حرية رأي، انت بدك تدخل بالعالم شو بدك تحكي. بس يجي العربي يحكي لا ما بصير العربي، ليش لا يدعم القضية؟ كيف انت بتدعم الارض المحتلة على يعني لازم تدعم المحتل، يعني محتل الموضوع انت لازم تدعمه. انت بتطلعوا تمام اوكي بنعرض لك فيديوهاتك وبنعمل لك ترند وكل شيء، ما بتدعمه لا حبيبي بنحظرك نحن، شو مستفادين منك نحن اساسا؟ ما هو هذا الغلط اللي بقول انا لا، انه ليش ما بيعملوا منصات عربية؟ ما فهمت ليش نحن هن متحكمين فينا بكل شيء. هذا يقول لي هلا بيقول لي مثلا انه والله ما عندنا الامكانية. لا حبيبي عندنا الامكانية، نحن جايبين رونالدو ونيمار عم يلعبوا بدورياتنا، وين عم تحكي يا زلمه؟ وين الامكانيات؟ عندهم امكانيات رهيبه، يعني الدول العربيه مش نحن اكيد ما نحن السوريين ولا اخواتنا المصريين ولا السودانيين، عم نحكي عن دول الخليج اللي هي لازم تكون متكفله بهذا الموضوع اذا هي عن جد قلب على القضيه. بس بنفس الوقت عن جد كنت كثير عتبان على مثلا محمد صلاح، عن جد حرفيا كنت كثير عتبان عليه. بس لما شفت انه محمد صلاح اذا بده يحكي بده ينأذى، مسعود اوزيل قبله كيف حاربوه الدنيا كلها. مسعود اوزيل اتحارب وخلوه يعتزل كرة القدم بعمر صغير، لسه كان بيعطي 10 سنين مثلا. وبنفس الوقت على الجهة الثانية زنشيكو لما طلع ودعم الإسرائيليين، فزنشيكو تمام بيلاقي دعم من جماهير أوروبا، بيلاقي دعم وبيلاقي تقدير من الجماهير، مش بس من الجماهير، من السلطات، من العالم، من الدوريات. يعني هذا الواقع اللي نحن عم نحكي، فهذا الواقع حرية الرأي أكبر كذبة اخترعوها الغرب كمان يضحكوا فيها عليها. ما في شيء، لو في شيء اسمه حرية رأي كانوا إذا بدهم يحذفوا كان لازم يحذفوا اللي دعم إسرائيل تمام، وبعدين يحذفونا ما يحذفونا إلنا نحن تبين الوطن العربي وما يحذفوا تبين إسرائيل. فهذا الشيء موضوع مسخ. يطلعوا أشخاص أجانب يقولوا على الفلسطينيين إنهم هن إرهابيين ومع هيك بيخلوهم، ونحن نطلع نقول ندافع عن أرضنا، نقول إنه نحن جماعة متمسكين بالقضية العربية بدنا نحظر. وصلنا لمرحلة كتير سيئة بصراحة. أفل اليوم لما طلع بالفيديو وحكى وقال إنه أنا ما كنت بعرف الموضوع، كنت نزل فيديو بدي كمل شغلي وهيك بدي ضل عم صور فيديوهات لأنه هذا الشغل بالنهاية. النجار اكيد عم يجر على شغله، يعني هو من جوات قلبه مزعوج على الفلسطينيين، بس مع هيك هو عم يشتغل يكفي شغله، وهو نفس الشيء بده يضل يطلع ويعمل فيديوهات. فبصراحه انا غير، يعني انا بالنهايه انا كل واحد عنده مبدا معين. انا عن نفسي ما قادر اطلع اعمل فيديو كوميدي واضحك معكم والشباب غزه عم مش قادر. انا مش قادر انزل احلق دقني، ماني كيف بدي انزل، كيف بدي اطلع فيديو واضحك. فبالنهاية بحب أقول إنه ما في داعي أبدا إنه نعتب على الأسوريين اللي ما نزلوا، إنه هذا بالنهاية بابرز. في عالم مثلي أنا مثلا خلص ما بيهمني، يعني حظر حسابات حظر خلاص حظرت شو بدي أعمل، ما بيهمني خلص. أنا مهم مبادئي والشغلة القضية اللي طالع أنا أحكي فيها، والمبادئ اللي بدي استغلها أنا من وصولي على المنصات والشغلات اللي بدي أحكي فيها هي اللي أنا طالع بالشارع، ما طالع من الشارع شيء ثاني. ما بيهمني أنا يكون عندي 20 مليون ولا 30 مليون، اكثر ما بيهمني انا اكون راضي عن نفسي انا وعم بحكي. تقول لي عتبان على محمد صلاح، تقول لي عتبان على مدري مين، انا بقول لك لا غلط، لان محمد صلاح رح يتحارب من الغرب، رح يتشقف من الغرب، رح يدمر من الغرب، رح تتدمر مسيرته، رح يتحارب من كل الدول مشان بوس. بس هو من جوا ما حدا بيعرف شو مسبات واهانات لمحمد صلاح صار كثير. انت ما بتعرف شو في جوات، بتعرف انه هو اذا حكى رح يتحارب. هي الشغله متاكدين منه. ما في لاعب الا ما تحارب، ما في لاعب، ما في مشهور الا ما تحارب لانه دعم، خاصه اذا مسلم. انت بتعرف شو معناته مسلم؟ بتعرف شو معناته مسلم؟ انت برا بتعرف قديش مكروه
فآخر شي حابب أقول إنه لحد يعتب على مشهور ما حكى، ولحد يعتب على شخص ما صور. كتير عالم صورت ونزلت بس حابين يحس، فلازم شوي يكون عندنا وعي بالتنزيل. الفيديوهات لليوتيوبر العرب لازم يكون عندهم شوية وعي بالتنزيل، نصفر على الشغلات اللي هن شايفينها من بتنحظر، ونوصل المعلومة بطريقة ذكية. يعني نحن الشيء اللي بدنا نقوله نوصله، بس من دون ما يعني نخليهم نعطيهم هيك حافز انه هن يحزون. وبس هيك، تحياتي للجميع. واذا عجبك الفيديو اعمل لايك قناة، واذا ما عجبك الفيديو فما تفوت على الفيديوهات الثانية ما راح يعجبك اكثر من صراحة. سلام. العبد لله سلطان السلطان العبد لله سلطان العبد لله سلطان